بيان إلى الرأي العام. بعد مرور 8 سنوات على أروع ملحمة شهدتها منطقتنا بتحرير مدينة كوباني، لا يسعنا إلا أن نستذكر المقاومة البطولية التي سطرتها مقاتلات ومقاتلو وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب على مدار 134 يوما. كانت كابوسا على مرتزقة داعش في كل ثانية منها. لا تعتبر ذكرى تحرير كوباني كغيرها من المناسبات، فقد كانت نقطة البداية للقضاء على داعش مكانيا بعد تمددها المتسارع على مساحات واسعة من سوريا والعراق بدعم مباشر من دولة الاحتلال التركي، التي حاولت بشتى الوسائل احتلال كوباني لتضمن سيطرة داعش على كامل حدودها مع سوريا والقضاء على مشروع الإدارة الذاتية في كوباني التي تأسست قبلها بعام واحد. مقاومة كوباني كانت الشعلة التي أضاءت درب المقاومة لتحرير باقي الأراضي السورية من رجس داعش تباعا، بدءا من منبج فالطبقة والرقة، ودفنت حلم تركيا في الباغوز آخر معاقل ربيبتها داعش. وفي ذكرى تحرير كوباني لا يسعنا أيضا إلا أن نذكر ونعيد ونكرر ونؤكد للعالم أجمع أن تركيا هي الراعية الأولى للإرهاب والمصدر الأول له. ففي كل عام تعقد ذكرى تحرير كوباني مضجع الدولة التركية، فلا تكون ردة فعلها إلا بارتكاب المجازر أو احتلال مدينة أو خلق الفوضى والفتن في مناطق الإدارة الذاتية. فمن استلامها الإعزاز وجرابلس من مرتزقة داعش وبالتزامن مع انتصار كوباني إلى احتلال عفرين في نفس التاريخ من العام 2018، فاحتلال رأس العين وتل أبيض في العام التالي، والتهديدات باحتلال مناطق أوسع بعدها. ولا ننسى أحداث سجن غويران الدامية التي تزامنت أيضا في ذكرى تحرير مدينة كوباني. وها هي تركيا اليوم في الذكرى الثامنة تلوح وتهدد باحتلال كوباني وإعادة إحياء داعش التي كانت تعول عليها تركيا لتنفيذ أجنداتها في سوريا والعالم أجمع. ومن هنا نؤكد لتركيا أن محاولاتها لضرب مشروع الإدارة الذاتية مهما استخدمت من الوسائل ومهما جيشت من المرتزقة ستذهب أدراج الرياح، وستصطدم بجدار مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وبهمة أبناء الشعب بمختلف مكوناتهم الذين لن يرضوا بالعودة خطوة للوراء ولو على دمائهم. والنصر لقواتنا المرابطة على ثغور العدو، والنصر لقواتنا التي تخوض حاليا حملة الانتقام لشهداء الرقة من كل من سولت له نفسه العبث بأمن المنطقة وزعزعة استقرارها.